صلي وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه ازاي بس فود. عندك شويه دقيق، قومي كده يلا بقى. آه توكلي على الله وقومي اعملي لهم اي حاجه نفسهم فيها. عشان عندي حوالي كيلو ربع من دقيق، ما كملش كيلو حتى. هنعمل لهم بيها كده بقسماط لذيذ جدا، برضو بقى غالي جدا في المخابز، مش عارفه ليه. عملنا معجنات كتير باشكال كتير. تعالوا دلوقتي نعمل بقسماط، طريقه بسيطه وسهله وان شاء الله تعجبكم. كيلو ربع من الدقيق، وعندي معلقه سكر كبيره ورشه ملح، وعندي كمان خميره، وانا حطيت معلقه سمسم في النص، عايزه تشيليها مفيش مشكله. خلاص كل المكونات يعني بص هم 6 حاجات بالميه هتتعجن: دقيق وسكر وملح وخميره وميه، وهنحط معلقتين 2 زيت. هجيب بقى معلقتين الزيت وهبدا اصب ميه شويه بشويه. الميه لازم تكون دافيه يا جماعه لحد ما العجينه بتاعتي تتلمى مع بعض. وادي العجينه بتاعتنا زي الفل. بصوا بتحس ان هي سابت العجينه وسابت الخطاف ده، والدنيا معايا تمام. هبدا بقى دلوقتي ان انا اخد منها جزء وافرده على الكوانتر كده عشان يسهل لي بس التشكيل. فردت بقى جزء من العجينه شكله مستطيل كده، وبعد كده قطعتها بالطول وقسمت كل واحده على 2. ده بس عشان يعني اسهل لنفسي. خلاص. او ممكن تمسك كل واحده بقى وتقعدي ايه تشتغلي فيها، بس عشان ايه انجز همسك بقى كده واحده كده، وهقوم ان انا ايه يعني قسمت العجينه كلها على وحدتين، وهبدا ان انا ابرم دي كده. ورشيت على فكره على الكوانتر رشه من دي، ما عندكيش رشه من النشا. خلاص كده. وجبت عندي ده عباره عن ايه، سمسم على حبه البركه، وحطيت عليهم معلقه ميه عشان بس يمسك معايا. خلاص كده. اللي انتي بقى حابه تعمليه انا هعملها كده، اللي هي بتبقى مدوره، مش عارفه بيقولوا عليها عين اليمامه تقريبا، حاجه كده. خلاص حابه تكبري بقى تصغري، ليكي مطلق الحريه. كده تمام. بصوا شفتوا السهوله، مفيش اكتر من كده سهوله. ونقوم حاطين بقى كده، حطينا الميه عشان يلقط بس كده معايا السمسم والحاجات دي. وفي صينيه بقى رشه بسيطه من الزيت، ونقوم حاطين الجمل ده. خلاص هخلصهم بقى كلهم، وهقول لكم ان هي هتختمر بقى، لان هي ما يعني ما يعتبرش برضو اختمرت. انا هخلصهم كلهم واسيبها بقى تختمر براحتها كويس. بصوا بس الحجم بتاعها عامل ازاي، عشان لما تختمر هيتضاعف. هوريكم شكلها بعد الخمر ونشوف بعد كده هنعمل ايه. يعني هخلصها وهخمرها، فاهميني؟ هخلص بقى كل الكمية زي ما يكون بقى، وهعمل الجزء التاني برضو وهخمره. وهتشوف كل ده بعد التخمير يعني حجمها بيتضاعف، يعني بتدخن كده شوية. بصوا بقى الجمال ولا الكمية، اللهم بارك يا رب. يبقى بشوية دقيق ومية فرحتي قلب ولادك وعملت لهم حاجة. عايزة اقول لك هيقعدوا يلعبوا ويهزروا ويفرحوا قوي بالحاجات دي. يمسكوها بقى حوالين ايديهم، بجد روعة. والكمية تحفة 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 ما شاء الله. حوالي كيلو الا ربع دقيق. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة سهلة وبسيطة. ودول بقى عملتهم اللي انا كنت بلفهم حوالين نفسهم، برضو شكلهم عسول وقمر كيوت كده. بصوا التسوية يا جماعة، بصوا طبعا باين القرمشة من غير ما اتكلم اهو. شايفين القرمشة؟ يلا بقى قومي على طول اعملي شوية كده لولادك. يلا مع كوباية حليب بشاي، مع كوباية شاي بس، مع عايزه اقولك بتغمس بالجبنه برضو بيبقى طعمها تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه بسيطه وسهله. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه ازاي بس فود. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على فكره التسويه كانت على 160، مش فاكره انا قلت ولا لا. باي باي.